في خطوة مثيرة، قامت إيطاليا بترحيل مواطن مغربي 49 عاماً بسبب تورطه في قضايا عنف أسري خطيرة ضد زوجته. وفقاً لتقارير محلية، المهاجر المقيم في لوراغو مارينوني لم يكتف بالاعتداء على زوجته، بل فعل ذلك أمام أطفالهما القاصرين متجاهلاً أوامر عدم الاقتراب منها. بعد قضاء عامين في السجن تم الإفراج عنه، لكن السلطات لم تتساهل، حيث رحل إلى المغرب فوراً ومنع من دخول إيطاليا نهائياً مع إلغاء تصريح إقامته